هلا انا مقطعتها لمكعبات. شوفي البصل اول وشلته، يعني هي البصله اتقلت وشلتها، وهلا بدي اقلي الدجاج، بعدين رح ارجع البصله. بس انا ما بحب احط الدجاج مع البصل. هلا بعد شوي بنرجع البصله على الدجاج. رح نضيف فلفل اسود، بنقدر نحط شوي من بودره الثوم هون. هاي الزبده عندنا ذوبناها. رح نحط عليها شوي طحين، ما رح احط قد كميه الطحين اللي بحطها للبشاميل حتى ما يطلع كثير سميك. شو بدنا نحط؟ تقريبا يعني معلقتين ل3، انا بحط 4 عاده لهي كميه. يعني بنحط نص الكميه لنفس كميه الحليب والكريمه. هلا يعني انه يكون بشاميل شوي مرخي. انا هلا رح ابدا انزل الحليب تدريجيا على الزبده والطحين. زي ما حكيت هي الوصفه الاصليه ما بتنعمل بشاميل، بس انا عملتها بشاميل. يعني الواحد دائما بطبخ الشيء اللي بيناسبه. خليني هلا بس بدي احط شويه فلفل احمر هيك عشان بيعطي يعني شطه مجروشه، بتعطي طعم طيب للدجاج، ما يكون بس ملح وفلفل. فرح احط شويه ملح على البشاميل، ورح نحط بالباقي لها كثير طبعا جوزة الطيب. وعشان كثير بالباقي انا مرات بحط ثوم، اليوم رح احط بودره ثوم. رح احط برضه بودره ثوم. طب ايش اللي حطيتيه قبل شوي؟ جوزة الطيب. هاي جوزة الطيب. هي بودره ثوم وفلفل اسود، مع انه بشاميل اسكا وانا بحب اوكي. طب هلا انا رح اضيف شويه كريمه، بتعرفيني بحب احط مع البشاميل كريمه. فاذا حليب وكريمه، وهذا زي ما حكينا ما حيكون شادد. انت منه حتى الكريمه بترخيه شوي، رح يكون شوي رخو عشان يستوي فيه البطاطا. ورح اضيف هلا الكرات اللي هو الليكس، خليته كبير حتى تشوفوا كيف بيجي هو زي البصل الاخضر بس سميك عريض هيك. هلا اللي رح اعمله انه مرات يعني بنحب نحكي هاي الملاحظه، انه وقت تنظيفه لازم نعمل فيه زي شق هيك بالسكينه. يعني جبت السكينه وشقيته بهاي الطريقه ونقعته شوي بالمي، لانه انا ما بدي افصله عن بعض، بدي اخليه كله متماسك، بس بنفس الوقت بدي اتاكد انه ما في رمل جوا. طبعا الجراتان زي ما حكينا هي اكله فرنسيه، ونحن او ديما عم تعملها اليوم لانه احنا عم بيكون الاسبوع الفرنسي بعمان، فاليوم هاي وصفاتنا، فهاي الوصفات هي وصفات فرنسيه. الكريب في طبعا اجهزه بتقطع البطاطا بهذا الرفع، اللي عنده اياها اوكي، اللي ما عنده اياها بده يطول باله. وسكين حاميه طلعي هيهم احلاها. هلا شايفين السماكه تاعت البشاميل، هذا اللي فيه فلفل احمر حار وفيه جوزة الطيب، مش تفكروا شيء، هاي الاشياء الحمراء اللي جوا. فهلا بس بوزع شوي تحت. زمان كنت ادهن زبده، بس بما انه عاملينه بالبشاميل رح نوزع اول طبقه من البطاطا بهاي الطريقه. بنعملهم يكونوا كل وحده زي كأنها جاي فوق الثانيه. هلا عملنا طبقه من البطاطا من تحت، رح نحط خليط الدجاج بالوسط مع الكرات ومع البصل. هون زي ما حكينا هلا شوفي الجريير والامنتال اذكى شيء مع هدول. اوكي. وحاطه شويه بارميزان، بس برضه يعني عشان اكون صريحه، لا احنا اذا بدنا نعملها على اصولها، بس احنا اذا بدنا نعملها شو ست البيت عندها بزبط اي نوع جبنه. عندها موتزاريلا تحط،